السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جايه لكم بكيكه جديده، تورتيه حلوه كده لعيد ميلاد. انا النهارده حابه ان انا اقول لكم الطريقه كلها وتفاصيل كل كيك وهتكلفك قد ايه. تمام. دلوقتي كده نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا عملت ايه؟ جبت 6 بيضات. تمام، 6 بيضات. 6 في 4، ب24 جنيه. قولي 25 جنيه ايه بيض. تمام. فانيليا بقى على قد ما تقدري فانيليا، لان ال6 بيضات بياخدوا فانيليا كتير. انا حطيت هنا معلقه فانيليا، يعني مش لازم نسعرها. تمام. انا بقول لكم التفاصيل دي ليه؟ عشان عايزه اعرف انا كده لو انا هيطلع تورتيه زي دي اطلعها بكام. تمام. وحطيت كده نص كوبايه ميه ساقعه، ماشي، ومعلقه جل، محسن كيك جل. تمام. محسن كيك دوت انا جايباه ب10 جنيه. المعلقه دي يعني تعمل لها بتاع 10 جنيه، يبقى انا 24 بيض وب10 جنيه محسن، يبقى كده كام؟ 34. وجبت كيك نص كيلو سبونج، نص كيلو سبونج ب30 جنيه، سبونج شوكولاتة. يبقى انا جبت البيض بكام؟ ب20، ومحسن الكيك ب10، والسبونج ب30. جميل. جينا بقى كده ضربته بقى كله مع بعض بالمضرب، ماشي. لحد ما ايه اداني القوام اللي هو السلس ده. جبت حله مقاس 24. تمام. وحطيت في قلبها من تحت ورق زبده، ماشي. وثبت الورق الزبده ده بايه؟ بميه، يعني الورق الزبده بليته كده ظهريته اللي هتلزق في الحله، هو ده اللي بليته وراح ثبت في الايه في الحله. دلوقتي انا حطيت كده الكيك فيها، وابدا ايه اسويه بقدر الامكان، واحاول اطلع اي فراغات هواء جوه. اقعد اساوي اساوي اساوي، واجيب كمان ايه، اجيب خله، ماشي، ادخلها فيها واحاول اطلع اي فراغات فراغات هواء من الكيك. تمام. وهدخلها الفرن على 180 درجة او 200 على حسب حمو الفرن. حامي يبقى 180، مظبوط يبقى 200، يعني اللي هو تحس ان هو ايه، بارد شوية كده. انا طلعتها، ماشي، وبدأت ان انا قلبتها في صينية تانية، وبدأت اقشر الايه السبونج من عليها. بدأت ان انا كده اقشر ورقة الزبدة من عليها. طيب ده بعد قد ايه؟ ده تاني يوم. ده بعد قد ايه كده؟ ده تاني يوم. طيب انا بعمل ايه كده دلوقتي؟ انا حطيت دلوقتي كوبايتين من الكريمة، ماشي. هحط عليهم نص كوباية سكر وكوبايتين لبن. تمام. واضرب. حسيت ان الكريمه تقيله، يبقى كده تمام. اخففها يعني، ابدا اخففها بلبن، بس اللبن ده بيبقى متلج، ماشي. وممكن تحطي لبن بودر وميه، ايه اللي يريحك، يا لبن بودر يا ميه، يا اما بتحطي لبن او لبن مثلج، اكياس مثلج، والميه برضو تكون مثلجه. طيب احنا تكلفه الكريمه دي قد ايه؟ انا جايبه ربع كيلو، اخدت منها كوبايتين وسبت نص كوبايه. ده ربع كيلو بتمنه قد ايه؟ الربع كيلو ده 62 جنيه. تمام. اللبن قولي نص كيلو لبن ب10 او ب12، ماشي، على حسب تمنه. نص كيلو لبن. والسكر مش مشكلة، يعني السكر هتاخدي الربع يعني عامل 5 جنيه. سجلوا معايا الحاجات دي كمان كويس، وقولوا لي يعني دي تطلع التورتيه دي تطلع بكام. تمام. ضربت بقى ضرب كويس جدا جدا جدا، وتدوقيها برضو عشان حسب السكر بتاعك. هنا بقى كده قلت بدأت ان انا اقشر الايه الوش، ماشي، بتاعها، عشان الكريمه تثبت واقدر اسقيها بالشربات بتاعها. بدأت اقشر الوش دوت من عليها واحده واحده كده بالمنشار بتاعي او سكين المنشار، ماشي.
وخدي بالك ان لازم تكون الكيكه دي بايته، لو الكيكه دي مش بايته هتفتل معاكي ومش هتبقى حلوه. ماشي. آه انا الصراحه انا مكنتش مبيتاها، انا سبتها فتره كبيره بتاع 8 ساعات في التكييف يعتبر في طراوه، فنشفت مش نشفت عشان يعني ايه بقت السخونيه اللي فيها راحت وبقت متماسكه شويه. جبت المنشار بتاعي بقى وهبدا ان انا اقطعها لطبقات. تمام. وتاخدي بالك جدا وانت بتقطعيها عشان ما تبوظيش طبقه من الطبقات دي، يبقى تستخدمي كل الطبقات معاكي. بصوا ما شاء الله عامله ازاي، اللهم صل على النبي. آه دي خطوة كويسة ان انتي لما تبيتيها هتريح معاكي جدا. تاني حاجة البورد بتاعك يكون متساوي، ما تعمليش زي جبت البورد ما كانش متساوي خالص، كان عايز بورد مسطح، ده كان عذبني قوي في المرة دي. جبت السيرم بتاعي او الشربات وسقيت بيها اول طبقة، وبعد كده بدأت ان انا اجلس الكيك بتاعي ماشي بالكريم شانتيه. ماشي. مش عارفة تجلسيها حطي في كيس الحلواني الكريم شانتيه وابدأي جلسيها. تمام. برضو جبت تاني الشربات وسقيتها برضو عشان تدي نسبة طراوة، مع انها كانت طرية جدا جدا والله، ممتازة 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 ما شاء الله يعني. بصراحة معايا حلو قوي. هي الإضاءة هنا ما كانتش عجباني بصراحة، بس هتظبط بعد كده. جيت بعد كده ابني بقى طبعا مؤمن حابب ان هو يساعد في كل حاجة يعني. فعمال يقول لي ما اعمل انا بدي، طب اعمل انا بدي اعمل. المهم ان انا عملت دي كانت تالت طبقة معايا، واحاول بصوا حسيت ان انا بدأت تعوج ليه، ان اصلا البوردة بتاعتي ما كانتش مظبوطة معايا، فانا وانا بحطها حسيت ان هي ميلت اظبط فيها ماما تظبط، هي اصلا البورد كانت بايلة، فانا كنت مضطرة ان انا احطها على بورد زي ده علشان هي كانت هتطلع لي لحد يعني. تمام. بدأت جلستها بقى كلها كده وغطيتها من بره خالص. ماشي. وظبطتها حاولت اظبطها بقدر الامكان. وبال السكرابر بدأت ان انا اعمل لها الشرشرة اللي هي الخارجية دي. ماشي. آه خدي بالك الكريمة بتاعتك ما تفكش، لازم يكون الجو حواليكي بارد، في مروحة فوق منك، بحيث ان الكريمة تفضل متماسكة، ما تفتلش معاكي، ما تخرزش كده وتفصل المية او اللبن عنها، ولو خرزت كده اعرف ان الكريمة دي مش حلوة. تمام. تفضلي بقى تظبطي فيها، تظبطي 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 تظبطي، وبعد كده بتشكلي زي ما انت عايزه بقى. انا حبيت ان انا اشكلها قلت اعملها نص شوكولاته بيضه ونص شوكولاته سمراء. بدات اجلس اهو. السكرابر ده عباره عن عن زي المشط كده، بس سنونه قصيره مش طويله زي المشط. هتلاقيه عند بتاع الحلواني، اسألي له على السكرابر فين، هيديكي كيس فيه كذا قطعة بتاعة السكرابر دي. تمام. كده تبقى تفرديها. احنا كده عرفنا وصلنا لحد كام، صرفنا قد ايه. افتكري معايا واكتبي في الكومنتات صرفت قد ايه وتكلفة ايدي، وضيفي عليها تكلفة ايدي وقولي هتطلع ايه. والفيديو ده مقلوب معلش هي جت غلطة معايا ان الفيديو ده اتقلب تصويره كان مقلوب معايا. ف المهم ان انا كده بدأت ان انا اجيب الشوكولاتة، بدأت كده ان انا اجيب الشوكولاتة، وقلت اعمل لها اعمل نص التورتايه. معلش انا بقطع في الكلام قلايا. ورحت جبت الشوكولاته البيضاء، بس ما جبتهاش انا بقى في اللقطه دي، لان في التصوير عندي يعني قالك المساحه والتفاصيل اللي انت عارفينها دي، فما عرفتش اصور في اللقطه دي. انا كنت حطيت هنا كريمه بيضاء على الوش هنا، بس مش عارفه ظاهره ولا لا. وعملت نص التورتايه بالظبط شوكولاته سودا. وجبت الكيس الحلواني، ورحت حطيت فيه الكريم شانتيه كده، وبدأت ان انا اعمل اعمل روزيتات كده، وردات كده كتير كتير كتير، وقسمتهم بالنص. ماشي. ورحت قلت اكمل الجزء اللي تحت ده كمان،
عشان الكريمه ساحت لو انتوا شايفينها. فيعني الدنيا كانت مزرطه معايا شويه، قلت اظبط من تحت. تمام، وكملت كده ايه روزيتات 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 حوالين منها. وبعدين مؤمن قال لي يا ماما نجيب ايه تاني، حاول نعمل فيه في اللي هي الشوكولاته الفول السوداني، ونحط ايه في كل فوق كل روزيتا. وقال لي فكره الكونو برضو. انا عايزه اقول لكم انا كنت بعملها وانا والله يعني الساعه كانت 3 4 الفجر، والواحد تعب اصلا وتعب فعايز كان ينام. ففي حاجات تكات كده كانت توقع مني، بس الحمد لله طلعت زي الفل، الكل كل منها يعني ايه بجد طلعت فوق الوصف. تسلم ايدك تسلم ايدك بصراحة. طيب الكونو ده انا كنت جايباه ب10 جنيه، 5 قطع بالظبط ب10 جنيه. والشوكولاتة الفول سوداني برضو كانت ب10 جنيه. احسبي الحسبة واكتبي لي في الكومنت انا كده صرفت كام وتكلفتها تطلع قد ايه، وقوليلي انا لو عملت واحدة زي دي كده اطلعها بكام. وما تنساش بقى باللايك والشير، ولو عجبكم الفيديو علقوا لي كومنت كده، قولي لي شجعوني بجد ان انا اكمل واستمر في الموضوع دوت. والموضوع ده بالنسبه لكم حلو ان انا اشتغل فيه كتير واعمل منه فيديوهات اكتر ولا لا. كده وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يكون عجبكم ونشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه. ما تنسونيش بالدعم واللايك، الدعم واللايك يا حبايبي. يلا سلام.